الفيديو ده ملخص انمي باسلوبه بطريقه مختلفه، وهتلاقي فيه الفاظ وشتايم. هدفهم ان انا ازود الكوميديا في المشهد، ودي الطريقه اللي انا بشتغل بيها وناس كتير عجبتها. فلو انت مش بتحب الالفاظ والاسلوب ده تقدر توقف الفيديو من دلوقتي وتشوف حاجه تانية تتفرج عليها. ولو قررت ان انت تكمل كده يبقى انت عارف انت داخل على ايه. وهدفي من الملخصات دي في الاول وفي الاخر ان انا اضحكك مش اضايقك. احلى مسا على فخاد الرجاله. فخد يا رب تكونوا بخير وفخادكم كمان بخير. عارف ان كنت هثبت يوم السبت انزل فيه حلقه كل اسبوع، وبقالي فتره بنزل يوم الاحد، وبسجل الفيديو دلوقتي ومش عارف هينزل امتى. بس والله الفتره اللي فاتت كنت مشغول جدا. الزبده بما اني راجل ديمقراطي وعملت فوت على الانمي اللي الخصه، والصلاه على النبي وشوكو تنسي اكتسح التصويت. فاليكم ايها الفحول ما تريدون. واللي ما يعرفش الانمي هو من نوع ايسيكاي، والمره ديت البطل اسمه سعيد تختخ قعد في الاوضه بتاعته 20 سنه مقضيها اكل ونوم وهرش في الحنتكور، وفي يوم بيحصل له حادثه بيتنقل لعالم تاني كله سحر وقفشخانات، ولما بيوصل لسن ال10 سنين بيحصل كارثه وتغير العالم كله. مش عاوز احرق لك القصه يا فحم، جهز لك حاجه حلوه زيك كده تقزقز فيها وسماعتك الجميله علشان الانمي ده زينه. بس خلونا قبل ما نبدا اقول لكم كلمتين من القلب بمناسبه اننا وصلنا ل 50,000 مشترك. ولو انت عاوز تدخل في الانمي على طول جري للوقت اللي هيطلع لك على الشاشه. الحمد لله بفضل ربنا وانتم بعده وصلنا ل 50,000 مشترك في اقل من 5 شهور، ودي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. انا عمري ما كنت اتخيل ان اكون صانع محتوى، والموضوع كله اجى صدفه معايا. بس الحمد لله على اللي انا فيه دلوقتي، والحب اللي انا شايفه منكم، والكلام الحلو اللي انتوا بتكتبوه. انتم اخواتي والله، وان شاء الله نكبر اكتر واكتر مع بعض، واكون خفيف على قلبكم دايما. ناس كتير بتطلب مني انزل حلقه كل يوم، او على الاقل اكلم حلقتين في الاسبوع. فبرضه عاوز اوضح لكم حاجه، الحلقه اللي انت بتشوفها في ساعه ديت بشتغل عليها اسبوع تقريبا، كل يوم 8 ساعات. هتقول لي احا ليه؟ اقول لك انا ليه. الملخص اللي بعمله بيكون 12 حلقه بقسمهم 6 و6، كل 6 في يوم. الستة دول بياخدوا 8 ساعات كتابه او اكتر، لان مثلا مشهد حرفيا 5 ثواني حصل فيه حركه وكلام، بوقف الحلقه واكتب الموقف والحوار. ال5 ثواني دول ممكن ياخدوا كتابه دقيقه او 2، اللي هو حرفيا 5 ثواني اتكتبوا في دقيقتين، وانت اصلا عندك الحلقه 22 دقيقه، فانت فاهم. فالحلقه ممكن تخش لها معايا في ساعه لساعه ونص، فكده عندك يومين كتابه ويوم لتسجيل الصوت. اللي انت بتشوفه ده بياخد من 5 ل6 ساعات تسجيل، ده كده يوم راح. اليوم اللي بعده ببدا اشتغل على الصوت بعد الاوتو كات. ملف الصوت بيكون ساعه وتلت او ساعه ونص، وفي سكه بتاع 20 دقيقه ولا حاجه التكرار بتاع الكلام او اللخبطه والغلطات. بقعد امشي ثانيه علشان انضف ملف الصوت، وبكون مسجل جمله بكذا طريقه، بختار الانسب. وبالنسبه لي الخطوه بتاعه تجهيز ملف الصوت دي هي ازنه خطوه فيهم، بكرهها فشخ وبتاخد مني يوم كامل حرفيا. كده دول 4 ايام شغل، بعد كده بخش في يومين مونتاج، والحلقه كده بتخلص في 6 او 7 ايام. ولو حزقت او كروت شويه في المونتاج ممكن انزل حلقه واحده كل 5 ايام، بس هبطل نفسي. ده غير ان انا عندي 26 سنه يا فحول ومتجوز، يعني عندي التزامات، والقناه لسه ما بقتش مصدر دخل ثابت ليا ان ده كل الوقت. بس بفضل ربنا وبدعمكم ممكن قريب جدا اقدر اعتمد عليها كمصدر دخل ثابت، ووقتها حتى اقدر اجيب مونتير يساعدني في المونتاج، هو يمنتج فيديو وانا فيديو، وانزل حلقتين في الاسبوع. الزبده شكرا من القلب ليكم على الحب اللي بشوفه منكم، وما تعرفوش كنت ببقى فرحان ازاي لما بلاقي حد كاتب كومنت انت اللي بتضحكني وبتهون عليا اليوم. الكلمه دي كبيره فشخ عليا، وشكرا جدا جدا لكل واحد عمل انتساب للقناه وساهم في دعم المحتوى علشان فعلا فرق. ولو انت اول مره تشوف ادخل جروب الواتساب عشان يجيلك كل اشعار جديد، وهتلاقي برضه سيرفر الديسكورد، هتلاقي الفحول كلها متجمعه هناك. ولو عجبك المحتوى وحابب تدعمني عشان اقدر اطوره تقدر تعمل كده بالانتساب للقناه، هتلاقي اللينك في اول كومنت. وما تنساش اللايك والاشتراك، وخلينا نبدا. طيب هو مش حجم الحلقه كامل، بس انا حصل لي شويه مشاكل. النور قطع طول اليوم، مفيش نت، وشويه حاجات كده كانت هتاخر الحلقه وكانت هتنزل بكره. فالباقي من الحلقه ديت هضيفه على الحلقه الجايه. هتنزل امتى انا بصراحه مش عارف، بس في اسرع وقت ان شاء الله. ممكن بالكتير ال3 او ال4 الجايين. انا عارف ان انا مقصر الفتره دي، بس غصب عني والله. الحلقه دي ما كانتش هتنزل النهارده لان النور قطع مرتين وانا بمنتج، ولما بيرجع في حاجات كتير من الشغل بتروح وبعيدها تاني. وبصراحه انا ما بحبش التبرير اقعد اقول لكم النور والنت والحاجات ديت، بس فعلا غصب عني. اسيبكم مع الحلقه وقولوا لي ايه رايكم في الصوت نبقى نكمل بيه من غير فلاتر ولا بالفلاتر زي ما انا. بيبدأ الانمي بالكليشيه المعتاد في عالم الايسيكاي، بنفس السواق ابن الاحبه بالعربيه بنت الاحبه النص نقل اللي محمله العاب زوجيه، بتهرس واحد اسمه سعيد تختخ عنده 35 سنه، مدمن اندومي وشاورما وافلام سكس. بيروح المستشفى والدكاتره بيحاولوا ينقذوه لكنه بيموت. بيقول هي دي نهايتي، يلا مش مهم، كانت حياه بائسه، بس ما كنتش عاوز اموت قبل ما اجمز الموس في الشوكولاته. بيفتكر انه مات، بيسمع صوته وبيفتح عينه بيلاقي 2، وبيقول احا من ابن العرس ده، والوليه اللي ورا ديت بتنهج ليه؟ كانوا بيزنوا؟
احا بيلاقي الراجل بيقرب عليه بيقول له احا بعيد عني يا ابن العرس، عاوز تنيك انا كمان، لكنه بيشيله. وساعات تكتك بيقول احا عملتها ازاي، ده انا وزن اكتر من 100 كيلو، ده انت فحل جدا. وبيقرب عليه بيبوسه بيقول له لا يا ابن العرس لا، انا مش سالب بنوتي. بعد كده بيديله النتايه اللي معاه بيقول له ايوه كده دلعني، هي دي اللي تبوسني مش انت يا ابن العلق. بتقعده على رجلها. وسعيد تختخ بيقول اوف كل ده باذن. كلم الست لكنه مش بيفهمها وشكلها غريب بالنسبه له، وبيقول هو انا رحت مستشفى في روسيا ولا ايه؟ بس مش مهم، اموت في الراشن واللاتينوس جيرل. بيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل، بس بيبص على جوز البزاز وبيقول اي حاجه تانية، وطالما انا كده كده ميت مش هيحصل حاجه لو مسكت فردة بيز. بيمد ايده بيلاقي حاجه صغيره فشخ بيقول احا انا متاكد ان انا بحاول امد ايدي مش بتاعي. وبيكتشف انه اتولد من جديد في جسم طفل بس ذاكرته لسه موجوده زي ما هي، وابوه اسمه باول وامه الملبن اسمها زينيس. بيقول سعيد ان هم تقريبا في منتصف العشرينات، وهو قبل ما يموت كان عنده 35 سنه، فهم بالنسبه لي اطفال. بس انا حاقد فشخ على باول ابن الاحبه ده عشان عيل خوال ببوني تيل زيه يقشر في الفرصه دي، وانا اقعد عمري كله مقضيها نكاح كفوف. وباول الشبكان ما بيستناش وبيمسك زينيس من بالزهق وبينط عليها، وسعيد بيقول له يا ابن العرس مش قدامي مش قدامي، وبيقول مش مهم على الاقل برضع من بالزهق. بيعدي 6 شهور وبيتعلم يحبي وبيبدا يتحرك في البيت، واسمه بيبقى روديوس. بيروح عند صندوق الغسيل بيمسك الكلوت بتاع ليليا الخدامه وبيلبسه في راسه، بيروح عندها وبيبص لها بصه كلها سكس. بتيجي امه بتشيله وبتقول له ده انت جابي شبه اللي خلفك، ده ما بيتلمسش هنا. بتقوم ليليا وبتقول لي زينيس والله مش عارفه اقول لك ايه، بس انت متاكده ان ده طفل؟ بتقول لها تقصدي ايه؟ بتقول لها نظراته والطريقه اللي بيبص بيها على بيزي مستحيل يكون طفل. بيعدي فتره ورودي بيبقى قاعد بيتفرج من الشباك بيشوف جبات كبيره ومناظر طبيعيه، وبيقول دي اكيد اوروبا، بس ليه المكان هنا عامل زي الكهف؟ مفيش ولا ميكروويف ولا تلاجة ولا حتى شطافه. بيبص على باول بيلاقيه ماسك سيف وبيتمرن، ورودي بيقع على الارض وامه بتعمل زي اي ام بتصوت وبتقول يا لهوي الولد بيروح مني. بتجري عليه وبتلقي عليه تعويذه الاف هتخلي تيزك سخنه يا لتخفيف الآلام. روديس بيقول ايه ويح ايه ده انت وجوزك دماغكم تعبانه، لكنه بيشوف سحر الشفاء وبينبهر جدا، بيتاكد انه راح عالم تاني خالص مليان سحر زي اللي كان بيقرا عنه في المانجا. بيعدي فتره وبيكبر شويه، بيتعلم القراءه وبيقرا كتب السحر والمغامرات علشان يعرف اكتر عن العالم ده. بيعرف ان كل واحد قوته بتتحدد لما بيتولد من جيناته، فبيقوم يقرر يجرب السحر لاول مره. بيستخدم تعويذه كره الماء لكنها بتقع قدامه، بيقول احد انا كنت بنطرهم ابعد من كده. بيطلع يقف في الشباك وبيجرب تاني لكنه بيقع على الارض والكرة بتقع على الشورت بتاعه. بينام من التعب بسبب ان قوته السحريه قليله فشخ. امه بتيجي وبتقول له يا ابن العرس لما تحب تنام روح طرطر اول، شفت شخيت على نفسك ازاي. بيعدي شويه وقت ورودي بيروح يتدرب مع نفسه في السر وبيقدر ينطر عدد اكبر من الميه دلوقتي. بيكون قاعد بالليل بيحاول يفهم اكتر عن السحر في العالم ده، لكن باولو بيكون ماسك زينيس ونازل طرقعه فيها مش عاتق امها. بيقول لهم روديوس يا ولاد الاحبه وطوا صوتكم مش عارف اركز يحرق دي شغلانه. بيعدي شويه وقت وروديوس قوته السحريه بتزيد وبيقدر يتحكم في التعويذات بشكل كويس، وبيقرر يجرب تعويذه من المستوى المتوسط. ولما بيعمل كده بيدشمل ميتين البيت وبيجيب العيد. ابوه بيدخل عليه بسرعه هو وامه يشوفوا ايه اللي حصل. امه بتمسك الكتاب وبتقول له انت قريت اللي هنا بصوت عالي، وبتبص له بصه 6 وبتقول لباول الواد موهوب خلينا نأجر معلم يعلمه السحر. بيقول لها احنا اتفقنا ان هو هيتعلم المبارزه، وبيبداوا يتخانقوا. ليليا بتقول لهم يتعلم السحر الصبح وبالليل يتعلم المبارزه، وباول بيكون هو الفارس المسؤول عن حمايه القريه، فمن السهل عليه انه يأجر معلم لروديوس وهو هيعلمه المبارزه بنفسه. كانوا متوقعين ان المعلم اللي هيعلمه السحر هيكون عظمه كبيره او مغامر متقاعد، لكن بتوصل واحده اسمها روكسي. روديوس لما بيشوفها بيقول ازاي دي معلمه شكلها صغير جدا وما طلعلهاش شعر في بتاعها، والله 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 هو اللي قال كده بجد زينه. بيكمل وبيقول شكلها صغير وبتتكسف وشكلها عندها توحد، 3 صفات تخليني عاوز اتجوزها. بتقول لهم روكسي فين الخول اللي انا هدربه؟ بتقول لها زينيس اهو. روكسي بتقول لهم يحرق ميتين الانسان عرس، اب وام مفكرين نفسهم مخلفين احمد زويل وعنده موهبه وهو في الاخر هيطلع زرطايه. بتقول لها زينيس بتقولي حاجه يا بنت الاحبه؟ بتقول لها الواد لسه بيظهر مش هيعرف يفهم السحر بيتشكل ازاي. بتقول لها زينيس رودي حبيب ماما موهوب. روكسي بتديها واحده يحرق دي شغلانه وبتقول لما نشوف. بتشرح له ان السحر 3 انواع، الهجوم والعلاج والاستدعاء، وكلهم مقسومين ل7 مستويات، مبتدئ ومتوسط ومتقدم وقديس وملكي وامبراطوري واعلى حاجه فحم. بتقول له انا هلقي تعويذه دلوقتي ركز كويس علشان بعد ما اخلص انت هتكررها. بيقول لها وانا لازم اقول التعويذه؟ بتقول له طبعا يا شرمط شغل عيال مش عاوزه. روكسي بتقول التعويذه وبتكسر الشجره بالهجوم بتاعها وبتقول له شفت
بيقول لها مجهود رائع يحترم والله، بس امي هتركبك على الشجره بتاعه البلو بير اللي انت كسرتيها دي. بتخاف فشخ وبتجري بتسحب الشجره وبتستخدم عليها سحر الشفاء وبترجع احسن من الاول وبتطرح موز مع البلو بيري. روديوس بينبهر فشخ وبيقول ما كنتش اتوقع ان سحر الشفاء يشتغل برضه على النباتات. وبيسالها بيقول لها انت بتقدري تستخدمي سحر الشفاء كمان؟ بتقول له لحد المستوى المتوسط، اي حد يقدر يعمل كده لو اتدرب بشكل كويس. بتطلب منه انه يجرب. بيقف علشان يعمل التعويذه لكنه بيفكر انه قدر يستخدم كل التعويذات من غير ما يقولها. وروكسي قالت ان هو لازم يقولها، والكتب اللي كان بيقراها كانت بتاكد اهميه القاء التعويذه. فبيخاف انه يكون استخدام التعويذه من غير ما يقولها يكون حاجه محرمه، فبيقرر يقولها. لكن بيجي شويه هوا وهو بيلقي التعويذه بيرفع هدوم روكسي والكلوت بتاعها بيبان. اول لما بيشوفه بيسكت وبيستخدم التعويذه. روكسي بتقول له بيقول لها لا مؤاخذه افتكرت بتاعك بينادي عليا. بتقول له انت ما كملتش التعويذه، انت بتختصرها كده دايما. بيقول لها في الحقيقه مش بقولها اصلا. بتتفاجئ فشخ وبتقول له طلعت موهوب بجد وتستحق التدريب. وبتدخل البيت معاهم بيحتفلوا مع بعض وبيمارسوا الاكل والشرب. بيفتكر روديوس لما كان سعيد تختخ كان قاعد بيضرب 10 بيدقها الخوي. بيدخل عليه 3 الاوضه بتاعته بتكون زريبه، بيضربوه بيطلعوا ميتين امه وبيرموه بره البيت. بيبقى ماشي في الشارع وبيقول كسوم من الانسان. بيشوف 3 واقفين وعربيه هتهرس اللي خلفوهم. بيحاول يحذرهم لكنهم مش بيسمعوا صوته. بيجري عليهم لكن العربيه بتخبط فيه وبيموت. بيفوق روديوس على صوت باول وهو بيراجع لزينيس اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي وبيغمس الموس في الشوكولاته. وبيقول لما اروح ابضن عليهم عاوز اشوف رد فعله لما اقول لهم انتوا عريانين ليه وليه بتطعن ماما بالسكينه. لكن لما بيخرج من الاوضه بيلاقي روكسي قاعده في الارض بتلعب في بتاعها على صوت باول وزينيس. بيدخل الاوضه بتاعته تاني وبيقول كسوم العالم ده سحر وسكس في كل حته، هذا هو ذوقي. وبقى قادر يستخدم السحر متوسط المستوى بكل سهوله. بيقعد مع روكسي بتحكي له تاريخ العالم وهو مش مركز معاها، هو مركز مع اللي بين رجليها. بيقول لها العالم ده مذهل، في شياطين وارواح كمان. بتقول له بالمناسبه انا شيطانه. بيقول لها ايه ده بجد؟ طب ما توريني كده الديل طبيعي ولا بط بلج. بتقول له بس يا ابن الشرموطه ابوك وامك اتفاجئوا لما شافوني. بيقول لها علشانك صغيره. بتقول له لا بسبب لون شعري. في عرق مرعب من الشياطين اسمه سبيريت. بيقول لها بيبيعوا ايه؟ بتقول له تسمع عن الكيس اللي مليان بعابيس؟ بيقول لها بتقول له هم البعابيس من 4 أو 5 قرون كان في حرب بنت احلى بين الشياطين والبشر، كان اسمها حرب لابلاس. هيركل سبيريت هاك في الحرب دي قتل الاصدقاء والاعداء، الصغير منهم والكبير، وده اللي خلى كل الاعراق تكرههم. وبعد الحرب اتطردوا من كل قرى الشياطين. لو في يوم من الايام قابلت حد شعره اخضر زمردي وفي نص راسه حاجه زي جوهره حمراء ابعد عنه بسرعه عشان ما يركبكش. بيقول لها طيب ده ايه علاقته بيكي؟ بتقول له شعري لونه ممكن يتغير ويبقى اخضر تحت اضاءه معينه. بيعدي سنه والواد بيستفحل وبيستخدم كل انواع السحر وابوه بيعلمه استخدام السيف لكنه بيبقى طيز. بيشوف رودي عيال بيلعبوا بيبص عليهم من بعيد بس بيتخيل انهم مطلعين موبايلات وبيصوروه. بيفتكر مره لما كان في المدرسه والعيال صوروا طيزه ووزعوا على بعض. بتيجي روكسي وبتقول له قاعد كده ليه يا شارمك؟ بيقول لها مفيش. بتقول له بالله يا ولدي انا علمتك كل حاجه اقدر عليها وانت فعلا موهوب ولازم تروح جامعه رانوا للسحر، هي افضل مكان لتعليم السحر في العالم. هناك مفيش تفرقه بين الاعراق او بين غني وفقير، ولو انت عاوز تكمل في الطريق ده لازم تروح هناك. بيقول لها مش مهم طول ما انت معايا وبتعلميني ده كفايه بالنسبه لي يا معلمتي. بتقول له ما تقوليش معلمتي، انت لو كملت بنفس المستوى ده هتعديني قريب وانت اصلا سنك لسه صغير ومش هتحب تنادي حد اقل منك بمعلمتي، هتفهم قصدي قريب. بيعدي فتره وبيجهزوا احتفال لروديوس علشان في العالم ده ما عندهمش احتفالات كتير، لكن الاساسي هنا في احتفال كل 5 سنين للشخص. مره هو عنده 5 سنين ومره هو عنده 10 ومره عنده 15 ووقتها بيبقى بلغ ويقدر يعتمد على نفسه. ابوه بيديله سيف هديه وامه بتديله كتاب سحر جديد وروكسي بتديله عصايه سحريه فيها حجر سحري بيضخم السحر. وبتقول له انا دلوقتي ما عادش عندي حاجه اعلمها لك، انت دلوقتي وصلت لمستوى السحر المتقدم، بكره هيكون اختبار التخرج بتاعك. بيزعل روديوس وبيرجع الاوضه بتاعته. بيفتكر اليوم اللي اتهان فيه وكان مربوط على بوابه المدرسه مالت والعيال بيصوروه. من بعد اليوم ده كمل حياته في الاوضه بتاعته قافل على نفسه، مش بيعمل حاجه غير انه بياكل وبينام ويتفرج على 6. وابوه وامه كانوا بيحاولوا يخرجوه من الاكتئاب ده والوضع اللي هو فيه لكنه كان بيشتمهم ورافض. بيجي تاني يوم روكسي بتجهز الحصان وبتقول له يلا. بيقول لها هو لازم نخرج بره القريه؟ ما نعملها هنا زي ما كنا بنتدرب. بترفض وبتقول له لا يا شارما. زينيس بتقول لها من ساعه ما اتولد وهو بيخاف يخرج بره البيت، شكله خايف يطلع عليه وحش. بتشكر لها روكسي وبتقول لها ده المستوى ده يقدر يخلص على اي ابن احبه يفكر يهجم عليه. بيوصلوا المكان بره القريه وروكسي بتقول له انا هعمل تعويذه من مستوى قديس، ركز كويس علشان انا مش هقدر اعملها غير مره واحده وبعد ما اخلص انت هتنفذها. بيقول لها احنا بنعمل ده هنا علشان دي تعويذه سريه. بتقول له لا بنعملها هنا عشان قويه جدا ممكن تاذي الناس وتدمر المحصول اللي في القريه. وبتبدا روكسي التعويذه بتاعتها والدنيا بتغيم وبيبقى في مطر كتير
فشخ. روديوس بيطير وبيمسك في رجلها، بتنزل من السما صاعقه بتخرم ميتين الحصان اللي كانوا راكبينه وبتخلص عليه. روكسي بتقول له احا يا دين امي، وروديوس بيقول لها ده انت مره بنت وسخه، استخدمي سحر الشفاء بسرعه. والحصان بيرجع تاني وبيديها واحده يحرق كل الانسان عرس. وبتقول لروديوس اوعى تقول لحد على اللي حصل وشرف امك. بيقول لها عيب عليك. بتقول له طيب روح انت جرب تعمل التعويذه دي وانا هحمل الحصان. بيبدا تجهيز التعويذه، وروكسي بتستخدم سحر الارض عشان تعمل نفسها هي والحصان. ولما بتشوف روديوس بتقول له اح عليه علشان بيقدر ينفذها بشكل مثالي. بعد كده بيقعد مع روكسي وبتقول له ابن العرس محدش قال لك تعملها اقوى من بتاعتي. بيقول لها لا مؤاخذه الحماسه خدتني. وبتقول له ما انت عيل احبه بتتاخد فعلا، بس دلوقتي بجد احنا وصلنا للنهايه وانا ما عنديش حاجه اعلمها لك بعد التعويذه دي. مبروك يا فح، انت دلوقتي ساحر ماء بمستوى قديس. بترجع بتاخد الشنطه بتاعتها، وباولو وزينيس بيحاولوا يقنعوها تقعد اكتر عشان حبوها، لكنها بتقول لهم ما عادش ليه لازمه وجودي هنا، انا بفكر تاخد جوله حول العالم واتعلم اكتر عن السحر. بتدي رودي سلسله، بيقول لها ايه دي؟ بتقول له دي من موطني، ما كانش عندي وقت اجهز لك هديه. وبتمشي روكسي. بس بالنسبه لرودي اهم هديه روكسي اديتها له هي لما خرجته من البيت وخلته يتغلب على خوفه. بيرجع البيت وبيطلع الكلوت بتاع روكسي، كان مكنفه تحت السرير، بيحطه على الارض وبيصلي له ابن العرس عابد كلوتات خوت علق على الهنود الاحبه. بعد كده بياخد كتابه وبيخرج من البيت، وهو ماشي بيسمع صوت دوشه، بيلاقي 3 عيال بيمارسوا التنمر على حد. بيقول ولاد الاحبه في كل مكان وفي كل زمان. واحد منهم بيطلع زلطه فحله بيكون هيرزعها في دماغ الواد، بس روديوس بيسخن وبيتدخل وبيقول لهم جرايه شويه لباوي 3 على 1 مش مرجله. بيقولوا له انت ابن الفارس خليك بعيد الحوار ده بره عنا، وبيضربوه بالطين. بس روديوس بيطرطر عليهم بسحر الماء. العيال بتكسكس وبتجيب ورا وبيمشوا. بيروح للواد وبيقول له انت كويس، ولما بيشوفه بيقول ده انت وسيم اكيد البنات بتتجمع حواليك. بيخليه يوطي راسه عشان يشطفها له. بيشوف شعره اخضر وبيفتكر كلام روكسي، وهي بتقول له اي حد شعره اخضر وفي جوهره حمراء في نص راسه اهرب فورا، لكنه مش بيلاقي الجوهره. بينشف له شعره كمان وبيقول له يا فح ولاد الاحبه اللي زي دول مش هيسيبوك غير لما تديهم النحو. انا معلمتي كانت شيطانه، انت كمان شيطان. بيقول له ما اعرفش، ابويا بيقول لي لا بس هو نص الف. بيقول له اوف العالم هنا فيه الفات. بيكمل الواد وبيقول له بس شعري لونه مختلف عن ابويا وامي، وده تقريبا اللي عامل لي مشاكل. بيمشي شويه وبيقول لرودي انت ساعدتني ليه؟ بيقول له علشان مش بحب التنمر. بيقول له بس كده ممكن يتنمروا عليك انت كمان. بيقول له امهم احنا من النهارده اصحاب يا فح، ولو حد زعلك عرفني. روديوس الشرموط بيقول بوسامته ديت لما نكبر البنات هتتلم حواليه واكيد هينوبني من الحب جانب. وبيقول له بالمناسبه صح اسمك ايه يا فح؟ بيقول له سيلف. بيروحوا مكان يقعدوا فيه، وسيلف بيقول له ممكن اتعلم ازاي اطلع ميه وهواء من ايدي برضه؟ بيقول له اعتقد لو اتعلمت التعويذات. وبيقضي اليوم معاه. بيرجع روديوس اخر اليوم للبيت، لكن لما بيوصل بيلاقي ابوه قاعد بره البيت ومتضايق، وبيقول له انت عارف انا ليه مش طايق امك؟ روديوس بيقول قفش الكلوت بتاع روكسي. بيقول له لا يا حاج ما اعرفش، متضايق ليه؟ بيقول له عشان سمعت انك ضربت صومال ابن حنفي. بيقول له روديوس انا مش عارف انت سمعت ايه بالظبط، لكن بيزعق ابوه وبيقول له يا ابن العرس لما تغلط ما تبررش، لازم تتاسف على طول. بيحاول روديوس يشرح له الموضوع لكنه مش بيسمعه، وبيتاكد روديوس انه مش هيسمع الكلام اللي هيقوله بعد ما سمع كذب صومال ابن العرس. بيقول له انت واقف كده ليه؟ مش بتقول حاجه. بيقول له روديوس ما انا كل ما اجي افتح بقى بتزعق. انك تصرخ في طفل وتخليه يعتذر من غير سبب ومن غير ما تسمعه حتى دي جريمه. انت ما سمعتش عن التربيه الحديثه ولا ايه؟ بيقول له تربيه حديثه ايه يا ابن الاحبه؟ تسمع انت بقى عن تربيه خرطوم الغساله وبيرزعوا بالقلم. بيعدي كام شهر وسيلف بيتعلم السحر وبيبقى فاحل والمنى بتاعته بتزيد. بيقعدوا مع بعض وسيلفي بيقول له علمني ازاي اطلع هوا سخن من ايدي. بيقول له سهله، تستخدم عنصر الميه وتسخنه بالنار. سيلفي بيقول له بس انت ازاي بتستخدم التعويذ من غير ما تقولها؟ بيقول له لا دي صعبه عليك، لكن سيلفي بيصر انه يعلمها له. بيشرحها له روديوس وفعلا بيقدر يتعلمها، وبيتفاجئ جدا عشان روكسي نفسها ما قدرتش تعملها. الجو بيبدا يمطر عليهم هو وسيلف. بيجروا الاثنين للبيت بتاعه. ليليا بتقول له مجهزه لك الحمام. بيطلع هو وسيلف وبيقول له يلا عشان الميه لو بردت مش هسخنها تاني، لكن سيلفي بيكون واقف محروق. رودي بيروح يخلعه وبيشد الشورت، لكن سيلفي بيزقه. رودي بيقول له يا عم انا حاسس بيك وعارف يعني ايه يكون عندك حنكلولو صغير، الناس لما تشوفه تضحك عليه. انت عملوا فيك ايه بالظبط في حياتك القديمه؟ زينه. سيلفي بيكون مقمط في الشورت. رودي بيقول له خلاص انا هستحمى واعمل اللي انت عاوزه بس مش هسخن لك الميه تاني. بيقول له تمام، لكن رودي ابن الغداره بيلف بسرعه وبيشد الشورت، وسيلفي بيقع على الارض وبيقعد يعيط. روديوس بيقول اللي انا شفته مش قضيب صغير ولا حتى قضيب غريب بطربوشين، طلع شق القمر اللي انا طول عمري بشوفه على الشاشات وبضرب عليه 10، لكن على الطبيعه ابوه بيوصل بسرعه يشوف في ايه. بيلاقي مالته هو وسيلف. بيقول له زينه. بيخرج سيلف بياخده على حجره يليفه وبيقول له ايه اللي حصل بالظبط. روديوس بيقول له شيل
بتاعك اللي عمال يحك في ظهري ده وانا هحكي لك. بعد كده بينزل يعتذر لسيلفيت وبيقول لها انا اسف، انا كنت مفكرك ولد طول الوقت بسبب شعرك القصير وانك ما كنتيش بتتكلمي كتير. بعد فتره باولو بيرزع زينيس واحد وبيشيلها في بطنها، بيكونوا كلهم فرحانين. وعلى الغدا ليليا بتقول لهم مساء السكس، ادي الغدا وانا حامل. كلهم بيبصوا لبعض وروديوس بيقولوا ربنا منع. وباول ايه هنتقل المحله، بيبقى اللي هو انا اصلا راجل عشان ما بخلفش. زينيس بتفشخ امه ضرب وبتقول له ده انا هشحطك امك في المحاكم، بتسيبه وبتمشي. وروديوس بيقول لي بس كده يابا مام حلوه اهي. بيقول له ليليا كانت مفنسه بتمسح الارض ما قدرتش اقاوم، الكيف بيذل يا ولدي. بتقعد زينيس مع ليليا وبتقول لها تعملي ايه، بتقول لها همشي بعد ما اساعدك في الولاده. بتقول لها واللي في بطنك، بتقول لها هاخده واربيه في بيت اهلي. بتقول لها ده على بعد شهر سفر في الجنوب، ممكن تولدي في الطريق او لو ولدتي هنا وخدت الطفل ممكن يموت في الطريق. بتقول لها ليليا ممكن لكن ما عنديش مكان تاني اروحه. بتبقى زينيس مش عارفه تعمل ايه. روديوس بيقول ان ليليا طيبه جدا ومن ساعه ما اتولدت وهي بتساعدني في كل حاجه، ده غير انها اكتشفت الاثر المقدس وما رضتش تعرف ابويا وامي. كلوت بقى اثر مقدس. زينة بيقرر يتدخل وبيقول لامه دلوقتي انا هيجي لي اخين او اختين، انتم ليه زعلانين؟ بتقول له عشان ابوك ابن العرس وليليا زانوا مع بعض. بيقول لها فهمت، بس ليليا تقدر ترفض امر لابويا؟ بتقول له تقصد ايه؟ بيقول لها باول كان بينكحها غصب عنها. باول اللي هو يا ابن العرس يا خوال. بيكمل رودي وبيقول لها مره كنت مزنوق ورحت افك ميه، في الطريق عديت على الاوضه بتاعت ليليا، سمعت باولو بيقول لها افتحي رجلك والا همشيكي من هنا. في الحقيقه ما كنتش فاهم يقصد ايه، كنت فاكره بيقيسها بنطلون جديد جايبه لها. بعد كده سمعته بيقول لها حطيه تحت لسانك وصفري، قلت ممكن جايب لها شغل يتحكم في الفيفا، لكن اتاكدت ان في حاجه غلط لما بصيت من خرم الباب وكان بيجزها بالمزف بتاعها. باول بيحاول يوقفه وبيقول له اسكت يا ابن العرس، لكن زينيس بتقول له ما اسمعش صوت امك. بتسال ليليا بتقول لها ده اللي حصل؟ بتقول لها لا، وزينيس بتقول لها خايفه تعترفي عشان هو مهددك. ورودي بيقول لها بصي الذنب ذنب باول، الشبكان ابن الاحبه ده، لكن ليليا طيبه. بتقرر زينيس ان ليليا ما تمشيش وتفضل في البيت معاهم وتبقى جزء من العيله. بيعدي فتره حلوه والاتنين بيولدوا وبيجيبوا نورن وايشا. بيتدرب باول مع رودي على السيف وبيشرح له ان في 3 اساليب للسيف، اسلوب حاكم السيف وحاكم الماء وحاكم الشمال، وباولو بيكون في المستوى المتقدم في الثلاثه. رودي بيخلص وبيروح يقعد مع سيلفي، بتقول له مالك يا شرمط بقالك فتره متغير كده. بيقول لها مبضون، بقالي فتره مستواي ثابت في السحر ومفيش اي تقدم تقريبا كده، لازم اخرج من القريه عشان اتحسن. بتحضره وبتعيط وبتقول له ما تمشيش يا شرمط خليك هنا. بيقول رودي لنفسه انا ايه اللي يخليني امشي واسيب واحده زي دي، كنت مفتزه على كل بالسحر، خلينا اكبر بسلام في القريه هنا وبعدين اتجوزها واقعد اكارك فيها ليل ونهار. بيرجع البيت وبيقعد في الاوضه بتاعته بيضرب 10 وابوه بيدخل عليه وبيقول له يا برازه خوت. رودي بيقول له يا عم دق الباب قبل ما تدخل. بيقول له انا ادق الباب وانت هنا قاعد بتدق في بتاعك، اما انك عايل شرموط بصحيح. وبيدي له رساله جايه له من روكسي بتقول له تحيه طيبه وبعد عدى 2 سنين من اخر مره كنت معاك، انا حاليا مستقره في مملكه شيرون، استاجروني علشان اكون معلمه الامير السابع. وللمفارقه العجيبه شكله ابن احبه زيك بالظبط، بيتعلم السحر بسرعه لكنه مش بنفس سرعتك، بس هو موهوب، ده غير انه حرامي كولوتات زيك بالظبط. كل شهر لازم اشتري دستة جديدة. بيجي من وراها الامير ابن الاحبه وبيقفش في بزازها لكنها بتولع فيه. بتكمل وبتقول له انا دلوقتي بقيت في المستوى الملكي من سحر الماء، واعتقد انت حاليا ممكن تكون وصلت لمستوى الامبراطور. انا متحمسه وخايفه اقابلك، مش عارفه فرق القوه بيننا هيكون عامل ازاي، بس انت لو قابلت اي مشكله في السحر انصحك تنضم لجامعه رانوا اللي قلت لك عنها قبل كده. بيقول باول مدهش جدا ان روكسي وصلت لمستوى الملكي في سحر الماء. بيقول له رودي دي حاجه جامده. بيقول له طبعا انا متاكد ان عدد السحرة بالمستوى الملكي ما يعدوش صوابع الايد لوحده. بيجي تاني يوم وبيقعدوا ياكلوا مع بعض وروديوس بيقول له لا باول مزنوق في قرشين ممكن تسلفني؟ بيقول له ولا جنيه. لكن زينيس وليليا بيضربوه من تحت الترابيزه وبيقولوا له شوف اللي انت عاوزه وباول هيتصرف. بيقول لهم زي ما انتم عارفين انا بقى لي فتره مستواي في السحر ثابت، فانا عاوز ادخل جامعه رانوا للسحر، بس بمجرد ما سيلفي عرفت وهي قعدت تعيط عشان ما اسيبهاش وامشي، فانا كنت اتمنى اننا نروح الجامعه مع بعض، وعيلتها ظروفها على قدها ومش هيقدروا على مصاريف الجامعه، فلو تستفحل معايا وتدفع لنا احنا الاثنين ابقى ممتن ليك. بس باول بيقول له لا عشان في اسباب كتير. اولا انت لسه بتتعلم المبارزه وانا مش هسيبك تمشي، ده غير انك لسه صغير عشان تسيب البيت وتمشي. والتاني الفلوس، زي ما انت عارف اخواتك الاتنين فاشخين بامبس ويا دوب بنمشي الشهر، بس ممكن اتصرف وادخلك انت لكن مش هعرف ادخل سيلفي معاك. رودي بيقول له طيب يا فحم ممكن طلب تاني، بما انك حته تقيله في القريه انا عاوزك تشوف لي شغل براتب كويس. بيقول له ليه؟ بيقول له عشان اول ما تقرر اني جاهز اسيب البيت وادخل الجامعه اكون حوشت مبلغ كويس اقدر اخد سيلفي معايا واتكفل انا بمصاريفها. بيقول له ماشي. بيعدي فتره وبيكونوا بيتدربوا مع بعض وبتوصل عربيه قدام البيت وبتنزل منها واحده
باول بيسلم عليها وبيقول لها ما شفتكيش من زمان يا جيلين. روديوس اول ما بيشوفها بتاعه بيقف وبيقول يا دين امي كل دي بزز، وكمان عندهم هنا عرك الوحوش، ده احنا يومنا 6. عارفين يا فحول، جيلين هي الحجم المثالي، اقصد الشكل المثالي لانصاف الوحوش اللي بتمثل المرأة القطة او النمر او اي حاجة بديله وبتقول مياو، مش زي صوفيا في انمي سلايم. بتسلم جيلين على زينيس وبتقول لها بنتك دي، بتقول لها بتقول لها الحمد لله مش شبه باول الخول. بيكون باول وجلين وزينيس وناس تانية كانوا مشكلين مجموعة مغامرين، لكن دلوقتي كل واحد فيهم راح في طريق. ليليا بتقول لروديوس هتوحشني يا ولدي، وزينيس بتقول له هنفتقدك كتير وهنستنى رجوعك. بيقول لهم وانا كسبت رحله لكوكي بارك ولا ايه؟ لكن باول بيقول هتعمل ايه يا وحش؟ هتعمل ايه لو قلت لك ابعد عن سيلفي. بيقول له روديوس كس امك. ابعد عن مين؟ بيقول له ما انا عارف انك هتقول كده. بيشيله وبيرميه بعيد وروديوس بيهجم عليه بهجوم نار، لكن باول مش بيتاثر وبيهجم عليه. رودي بيتفادى الهجوم وبيعمل فخ لباول لكنه بيقدر يخرج منه وبيهجم على رودي وبيخليه يفقد الوعي. بيصحى بعد شويه في العربيه بيكون مع جيلين، بيقول لها هو ايه اللي حصل؟ بتقول له باين عليك انك مؤدب بالنسبه لابن باول، بس مش مهم انا جيلين هنشتغل مع بعض من بكره. بيقول لها ادي جامد اتمنى نشتغل في الدعاره. بترمي له جواب من ابوه بيقول له فيه؟ قول له يا ولدي اكيد انت مش فاهم ايه اللي بيحصل، بس باختصار انت هتبقى معلم لعيله صغيره عندها 9 سنين في مدينه روا، والفحله اللي معاك دي هي الحارسه بتاعت العيله ومعلمه فنون السيف، هتدربك برضه وفي المقابل تعلمها السحر. هي سيفة من الرتبة الملكية ومش هتلاقي حد أحسن منها يعلمك فنون السيف. أنا عمري ما قدرت أهزمها غير في السرير بس. لا يا باول ده أنت جوني سينس جدا. هتقعد هناك 5 سنين هتتمرن على السحر والمبارزة لحد ما يبقى عندك 12 سنة. في الفترة دي ممنوع عليك انك تبعت لنا جوابات او ترجع القريه او تتواصل معنا باي شكل، وده بسبب شعورك بانك بدات تعتمد على سيلفي، وانا شايف انك لو فضلت هنا هتدفن نفسك بسببها. الاحسن ليك انك تبعد وتشتغل وتعيش بشكل مستقل. بيقول له يا باول يا ابن العرس. بتقول له جيلين من الواضح ان باول بيحبك قوي. بيقول لها ده ابن احبه. بيكمل الرساله مكتوب ملحوظه ممكن تحاول تركب البنت الصغيره اللي هو زينه، لكن الفحله اللي معاك دي ليا. بيعدي شويه وقت وبيوصلوا للمدينة، بيقعد في القصر، بيكون كل الخادمات من أنصاف الوحوش. بعد شوية بيدخل عليه واحد، بيقوم روديوس يعرف نفسه وبيحييه، لكنه بيقول له تحية النبلاء. بتكون بيرجع الرجل اليمين لورا وترفع ايدك وتوطي أكتر. بيقول له روديوس ما تضيقش يا امك يحرق دي شغلانه. بيدخل يقعد معاه وبيقول له انا فيليب عمدة المدينة دي، انا وابوك نعتبر قرايب علشان من نفس عيلة جريرات. بيتفاجئ رودي علشان طلع من عيله نبيله. بعد كده بياخده فيليب بيقول له انا عاوزك تعلم بنتي السحر، انا سمعت انك موهوب وانا جبت لها معلمين كتير لكن محدش قدر يتحمل جتاتة امها. بيقول له رودي سيبها لله. بيدخل الاوضه وبيقول فيليب لبنته ده معلمك الجديد يا ايريس. بتلف وبتشوفه بتقول له النطفه ده معلمي. رودي بيتضايق وبيقول لها ما تظبطي يا بنت الاحبه، هو في ايه؟ لكنها بترزعه بالقلم وبتقول له لما الكبار يتكلموا الزجاليل تسكت. بيتضايق روديس وبيقول انها تقريبا بتعاني من مرض نفسي، فبيقرر يضربها بالقلم هو كمان. وبيقول لها شفت الموضوع مهين ازاي؟ حسيتي باللي انا حسيت بيه؟ لكنها بترزعه بوكس بتكلكع وش اللي خلفته، ومش بتكتفي بكده وبتقعد عليه بتفشخ امه ضرب. بتقول له بقى انت يا ابن العاهره الماهره يا اللي امك من سكان الجيزه والقاهره بتضربني انا وبتهرس امه ضرب. بيستخدم سحر الرياح بيطيرها من عليه وبيطلع يجري وبيقول امك يا باول يا ابن الاحبه انت بتزني عليا ليه؟ ما انت عمال بتزني في كل انثى شفتها في العالم ده لحد دلوقتي، مش مكفيك. وايريس بتجري وراه وبتقول له بعد شويه بيدخل الاوضه على فيليب وبيقول له ايه كان ابن الاحبه اللي انت مخلفه ده؟ فيليب بيقول له هتستسلم؟ بيقول له نفسي بس للاسف مش هينفع محتاج فلوس. بيقول له طيب عندك خطه؟ بيفكر روديوس وبيقول انا ممكن اخلص عليها بالساحر لكنها مش هتهدى وهتيجي اكتر. بيفكر شويه وبيقول لفيليب ايه رايك نعمل عليها تمثيليه، انا هخدعها علشان تبقى عاوزه تتعلم. بيتحمس فيليب وبيقول له تفاصيل بليز، بيقول له الخطه وبيرجع الاوضه بتاعته يستريح شويه. بيفتكر روكسي وبيقول للاسف ما لحقتش اجيب الاثر المقدس بتاعها كنت امك يا باول. وبينام. بعد شويه بيصحى روديوس جوه صندوق بيفتحه بيخرج منه وبيقول هما رابطيننا جامد كده ليه؟ المفروض نكون في مكان تاني غير ده، بس مش مهم خلينا نضيف شويه مصداقيه للموضوع. بيفتح الصندوق التاني بتكون ايريس نايمه ومتربطه فيه وبيقول خلينا استخدم السحر ومعرفتي قدامها عشان نهرب من هنا وتعرف اهميه السحر والتعليم. بتفوق ايريس وبتشوفه بيضحك ضحكه بنت احبه شريره. بتقول له بتضحك عليا يا ابن الاحبه وانا مربوطه ليه؟ بيقول لها تقريبا كده اتخطفنا، بس لو انت كنت بتستخدمي السحر كان فاتك متحرره من الحبال دي بكل سهوله. لكنها بتقول له ستوب توكن شيت ماذر فكر وبتقعد تصوت وتنادي على جيلين. بيدخل عليهم واحد وبيقول لها عامله قلق ليه يا بنت الاحبه؟
وبيزقها على الارض. رودي لما بيشوفه بيقول اختيار ممتاز، مش هتشك خالص ان دي تمثيليه. ايريس بتقول له ده انا هطلع ميتين امك، لكنه بيتعصب فشخ وبيرزعها شالوت بيطيرها. بتهجم عليه ايريس لكنه بيمسكها من شعرها وبيرميها على الارض وبيقول لها من الواضح كده انت مش عارفه وضعك الحالي، وبيقعد يدوس على وشها حرفيا. روديوس بيبقى واقف مش فاهم ايه اللي بيحصل. بعد كده بيبص لروديوس، وروديوس اللي هو بيبقى انا كنت اباجوره، لكن بدون اي سبب بيروح لعنده وبيرزعه بوكس. وروديوس بيقول في سره شكرا يا ابن الاحبه، اتمنى يكون الحرقان اللي في طاسك هدي دلوقتي. بعد كده بيسيبهم وبيمشي. بيروح روديوس يشوف ايريس، بيلاقي وش امها مهروس واسنانها متكسره وجايبه دم من كل حته، لكنها برضه بتقول هعرف جدي وهتدفع الثمن غالي جدا يا ابن الشرموطه. بيشفيها روديوس وبتتحسن شويه، لكن لسه بتكون مش قادره تتحرك وبتقول له اشفيني اكتر. بيقول لها اعملي ده بنفسك. بتقول له بس انا ما اعرفش استخدم السحر. بيقول لها كنت هتعرفي لو اتعلمتي. تقول له مش وقتك يا ابن الاحبه. بيسمع روديوس الحراس بيتكلموا بره، وواحد بيقول اوعى تكون موتت حد فيهم. بيقول له لا لسه عايشين، بس بيقول له عادي نموت الواد، احنا محتاجين البت بس. روديوس بيقول اتمنى يكونوا ممثلين شاطرين مش اكتر. بيفكر رودي ان نستخدم السحر عشان يخلص عليهم، لكنه بيقول الموضوع خطير وانا معرفش هم اقوياء قد ايه، فبيستخدم الشباك عشان يهرب. وبيقول لايريس سلام. بتقول له استنى يا ابن العرس خدني معاك، لكن الحارس بيجي تاني وروديوس بيطلع بعبيس من الارض عشان يسد الباب. وايريس بتقول له يا عم وحياة امك خدني معاك. بيقول لها ليه؟ وانت تقدري تهزميهم بالعنف، ده تخصصك ولا نسيتي؟ بتقول له ساعدني من فضلك بعد اذنك حضرتك. بيقول لها وبعدين انك ما تعليش صوتك تاني او تستخدمي العنف. في نفس الوقت الحراس بيكسروا الباب، لكن لما بيدخلوا بيكونوا هربوا. بيستخبوا في مكان ورودي بيستخدم عليها الشفاء تاني وبترجع تاني طبيعيه. بتقف وبتقول بصوت عالي انا هوريكم كلكم يا ولاد العرس، استنوا بس لما جدي يعرف. رودي بيقول لها وطي صوتك انت وعدتيني. بتقول له انا اوفي بوعدي الواحد زيك ليه؟ بيقول لها يا بنت العرس تمام، بما ان الوضع كده يبقى ده الوداع، خلينا نتفرق هنا. لكنها بتسمع صوت الحراس وهم بيدوروا عليهم، بتجري بسرعه ورا روديوس وبتقول له ده انا بهزر معاك ما تبقاش قفوشه. بيقول لها يا بنت الاحبه هتمشي معايا ما اسمعش صوت امك. بتقول له اوامرك يا فحم. بيقفوا قدام يافطه وبيقول لها المدينه ديت قريبه من روا. بتقول له مش عارفه، ما بعرفش اقرا ولا اكتب. بيقول لها القراءه بتساعد الانسان في حاجات كتير، مش مجرد قراءه الترجمه على افلام السكس. بتقول له بقول لك ايه ما تتحنيكش عليا، رجع لي بيت ابويا. بيقول لها وانا مالي؟ بتقول له مش انت المعلم بتاعي؟ بيقول لها ما انت رفضتي وقلت عليا نطفه، فرسميا انا لسه ما اتعينتش. بيعدي شويه وقت وبيلاقوا حنطور بيركبوا يوصلهم روا. لما بيدخلوا المدينه الدنيا بتبقى هاديه خالص والمدينه كلها مقفله. وبيقول على الرغم من ان الخطه ما مشيتش زي ما انا كنت عاوز، لكن على الاقل هي دلوقتي بتحترمني شويه. بيشوف الواد الهيلف اللي كان شغال في القصر وبيجري عليه، لكن بيجي من وراه واحد بيشيل ايريس وبيهرب. روديوس بيلف بسرعه وبيجري وراه وبيستخدم سحر الارض. بيقول له واحد ما تزعلش لما تموت بقى يا ابن الاحبه، كان ممكن تفضل عايش لو رجعت البيت لوحدك. بيجهز هجوم سحري وبيجي من وراه الخادم وبيقول له من الواضح كده انك بتستخدم السحر بشكل كويس جدا، ايه رايك تنضم لينا وهنديك حصه؟ بيقول له روديوس كام؟ بيقول له ايه رايك في 100 قطعه قصوره ذهب؟ بيقول له رودي المبلغ دوت يكفي دفع مصاريف الجامعه لشخصين. بيضحك وبيقول له وال10 اشخاص كمان، انت ما تعرفش المبلغ ده كبير قد ايه. بيقول رودي فهمت والله، شايف انها صفقه كويسه. ويرس اللي هو يا ابن العرس. روديوس بيرفع ايده للسماء وبيقول لهم للاسف سهل تبقى احبه صعب تبقى راجل. وبيضرب كره النار في السماء، بيعمل العاب ناريه وبيهجم عليهم بسحر الارض وبيطلع كابور فضان الراجل اللي شايل ايريس بيخسيه حرفيا وبيشيل ايريس وبيستخدم السحر وبيبعد بسرعه. لكن الحارس التاني بيرمي السيف عليه وروديوس بيبقى شايفه وهو طاير عليه ومش عارف يتفاداه. وبيفتكر لما باولا قال له ان فن حاكم الشمال هو تقنيه رمي السيف. في نفس الوقت بنشوف جنين بتجري بسرعه فشخ فوق البيوت وبتوصل للمكان وبتكسر السيف وبتسحب سيفها وبتتحرك بسرعه محدش بيقدر يشوفها. وفي لحظه واحده بتكون مطيره راس الاتنين. طلعت فحله بجد، بتكون قدرت تحدد مكانهم بسبب هجوم النار اللي روديوس ضربه. وروديوس بيبقى مصدوم من منظر الدم، واول مره يتحط في موقف زي ده. بيرجع القصر، فيليب بيجري يشوف ايريس وبيقول لهم ايه اللي حصل. جيلين بتحكي له كل حاجه، وايريس بتقول لرودي انا هديك ترخيص خاص انك تناديني باسمي وتكون المعلم بتاعي. بيجي تاني يوم ورودي بيكون قاعد مع فيليب بيمارسوا الشطرنج. بتدخل عليه مراته بيعرفها بروديوس، لكنها بتبص له بقرف وبتمشي. روديوس بيقول اما انك مره بنت احبب صحيح، بس يلا مش مهم بز الكبير. بعد كده بيدخل جد ايريس ساوروس بيحييه رودي، بيقول له انت مؤدب زياده عن اللزوم بما انك ابن باول. ورودي بيعلمها هي وجلين السحر
بس لما بيجي درس القراءه والكتابه ايريس بتهرب وروديوس بيدور عليها، بيلاقيها نايمه على قش في الاسطبل، بيحاول يصحيها لكنها بتكون نايمه خالص، فبيقرر يرفع مقاسات بالزهق عشان يفصل لها سنتيانه هديه. بيقعد يحسس عليها وبياخد المقاسات وبيقول مش هينفع افصل لها سنتيانه بس، شكلي هيبقى وحش، مضطر اخد مقاسات الكلوت كمان عشان اعمل الطقم على بعضه. وبيمد ايده في بتاعها لكنها بتقوم وبتلاقيه بيتحرش بيها، بتمسكه بتعجن امه ضرب. بيعدي كام يوم وبينزل المدينه مع ايريس وجيلين، بيعدي على محل بيلاقي البياع بيقول له لو عاوز تبقى جاحد هخليك تعمل 10 بدل الواحد، دي فياجرا نيجيري لسه واصله لي النهارده بس ايه طرشمولي. رودي بيقول له انا اجمد من الجمبري اللي بيخلي العجوز مفتري، بيقول له بكتير، ولو واحده خدته هتخليها تفتح رجلها ليك وتقول لك تفضل يا سيدي اديني وخبيني. روديوس بتاعه بيقف، بتشوفه ايريس وبتقول له بتجيب ايه يا خوات، بيقول لها ده دهان للركب عشان عضله البروستاتا وجعاني. وهم مروحين روديوس بيشوف حاجه كبيره فشخ طايره في الجو، بيتصدم وبيقول احا ايه ده، بتقول له جيلين انت اول مره تشوفها، بيقول لها اه، وده ايه ده اصلا، بتقول له دي قلعه بروجيوس الطائره ملك التنين المدرع. بيقول لها مين عم بروجيوس ده، بتقول له ايريس واحد من الابطال الثلاثه اللي هزموا لابلاس حاكم الشياطين. بيقول لها لابلاس مين، بتقول له جيلين ده انت في الكفته خالص. وايريس بتقول له ده كان شيطان ابن احبه حاول يخلص قبل كده على كل البشر، بس بروجيوس كان قوي جدا وهجم على لابلاس هو وخدامه ال 12 وخلصوا عليه. بيفتكر رودي القصه دي وبيقول باول كان بيحكي لي قبل ما انام، كنت فاكرها قصه من الخيال. وبيقول لي ايريس طلعت مثقفه على الرغم من انك بلحه في القرايه والكتابه. بتقول له جيلين ان السنه ديت هي ال 414 من تقويم التنين المدرع، واتسمى التقويم ده كده لتكريم بروجيوس. بيسال روديوس نفسه وبيقول القلعه دي طايره بقالها اكتر من 400 سنه من بعد الحرب مع لابلاس، هل بروجيوس لسه عايش اصلا؟ بس بعيد عن اي حاجه نفسي اروح هناك في يوم من الايام. بيعدي فتره وايريس بتتحسن في القرايه والكتابه وبتدي رودي هديه، لما بيفتحها بيلاقيها الفياجرا النيجيري. بيقول احا ايه اللي انت جايباه ده، بتقول له الدهان بتاع ركبك كان شكلك محتاجه جدا لما كنا في السوق، بيقول لها محتاجه قوي. بتعدي الايام بيكون رودي في الاوضه بتاعته لسه مخلص الفيجر بتاع روكسي وبيبص على الكلوت بتاعها الخول حتى وهي زلطه. الباب بتاعه بيخبط، بتكون الخادمه الخاصه بايريس بتقول له تسمح لي ب5 من وقتك يا فحم، بيقول لها اتفضلي. بتقول له باقي 6 شهور وايريس تكمل 10 سنين وهنعمل احتفال كبير وهيجي نبلاء من كل مكان، والمفروض في الاحتفال هتعمل رقصه وهي لسه ما اتعلمتهاش، ممكن اخد وقت من بتاع دروس السحر، بيقول لها قشطه ماشي. وبما ان رودي بقى عنده وقت بيروح المكتبه بتاعت فيليب بياخد منها كتب وبيبدا يتعلم لغات القارات التانيه، وبيكتب رساله لروكسي بيعرفها وضعه الحالي وانه بدا يتعلم لغات حاكم الوحوش وحاكم القتال وحاكم الشياطين. بعد كده بيطلب من جيلين انها تساعده في لغه حاكم الوحوش وبيبدا يبيع المجسمات اللي بيعملها، والدنيا بتبقى ماشيه معاه زبادي خلاط. بيجيله طرد بعد فتره بيكون من روكسي في رساله وكتاب، لما بيشوفه بيقول انا بدين لها بكتير جدا، لو شفتها الحس رجلها. اهو ده السليب بنوتي ابن الاحبه اللي كنت بقول لكم عليه يا شباب. بيجي يوم عيد ميلاد ايريس العاشر والحفله بتبقى مليانه نبلاء، بيجي وقت الرقص وساوروس بيقول لهم هل من نبيل يريد الرقص مع حفيدتي، بيتقدم حماده بن النبيل قلعوت وبيبداوا يرقصوا، لكن مش بيعدي وقت كتير وبيقعوا هما الاثنين والناس بتتريق عليها، بس روديوس بيتدخل وبيقول لها تسمحي لي بالرقصه دي، وبيعملوا واحد دانس رايق كل اللي موجودين بيسقفوا لهم. بتخلص الحفله ورودي بيزنق جيلين المعضلات في مهبلها وايريس في الاوضه بتاعته، بيدوهم عصيان سحريه وبيقول لهم معلمه روكسي قالت ان ديت عاده بيعملها المعلم مع تلاميذه، وجيلين بتخلع خاتم بتديه لايريس بمناسبه عيد ميلادها وبتقول لها دوت متوارث في عيلتي. بيجي تاني يوم ورودي بيبقى صاحي بدري رايح يطرطق، في الطريق بيسمع صوت اهات غريب بيقول مين اللي بيمارس البونجا بونجا على الصبح كده، بيطلع ساوروس ماسك ثعلبه وقاعد يكارك فيها شقها نصين، بينادي على روديوس وبيقول له جيت في وقتك، بيقول له هتركبني انا كمان، بيقول له لا تعالى هنا. روديوس بيقول انه متغير خالص وهادي دلوقتي، هل ممارسه البونجا بونجا بتهديه؟ بس ساوروس بيقول له بص كده. روديوس بيقول له ايه ده، بيقول له مش عارف بس هو مش حاجه وحشه، بيقول له انت عرفت ازاي، بيقول له عشان التفكير بالطريقه دي احسن، بتكون حاجه في الجو شكلها غريب عجيب مثير. روديوس نفسه بيبقى خايف قوي من جواه. بتعدي فتره وبيتحسن في دراسه اللغات وايريس بتوصل للمستوى المتقدم في فن حاكم السيف. روديوس بيلاحظ ان الشيء الغريب اللي في الجو حجمه بدا يزيد، في نفس الوقت بيقرب من سن ال10 سنين، وايريس بتكون عاوزه تجهز له حفل بالمناسبه دي. بيعرف رودي برضه ان اسم باول بالكامل هو باول نوتوسو جريرات، وعيلة جريرات عيلة كبيرة جدا ومشهورة في القارة كلها ومقسومة ل4 أفرع. نوتوس هي واحدة منهم والزعيم بتاعها هو أخو باول بس بيكون ابن أحبة زنديق عربيت سكير، وفي تحركات جوه العيلة علشان يستبدلوه، وللسبب ده لو عملوا حفلة كبيرة زي بتاعة إيريس وتعرف إن روديوس ابن باول هنا وهو واحد من النوتوس موجود في أراضي فرع بورياس ممكن يعمل مشاكل، بس كل دوت بيكون مش فارق مع روديوس. بيجي يوم الحفلة بتاعته بيكون قاعد مع جيلين بتقول له أنا مش مصدقة إنك اتعلمت 3 لغات في
سنتين بس. بيقول لها عيب عليك، هو انا شرموط؟ خلينا نخرج بره شويه. لكن الخادمه بتقول لها لا. جلين بتحاول تغير الموضوع عشان ما يخرجش. بيعرف روديوس انه النهارده الحفله بتاعته وبيقرر يستغل الموقف. بيقول لجلين تعالي بص انا عملت لك ايه. بيكون مجسم ليها. بتقول له مدهش رائع بديع، بس الديل فين؟ بيقول لها بصراحه ما عرفتش اعمله ازاي، محتاج اشوف مكان المنبع بتاعه. بتقول له بس كده وبتشلح وتصدرها له. عارفين تظهر عامله ازاي؟ يعني ينطبق عليها المثل اللي بيقول لك نيك في حجر ولا تنيك في ذكر. هو ده بقى الحجر. تظهر فيها عضلات اكتر من وش جيجا تشاد. زينه. روديوس بيقول لها ممكن المسها؟ بتقول له اتفضل يا فحم. بيلاقيها ناشفه نيك. بيقول احا يا باول، هزمتها ازاي في السرير دي؟ ده انت طلعت شنيور. عارفين مين برضو بتاع شنيور؟ الواد الفحل اللي هينزل يعمل اشتراك ولايك دلوقتي في القناه. بتدخل عليهم الخادمه بتقول لروديوس العشاء جاهز، لكنها بتشوفه هو وجلين في وضع زاني ابن احبه وبتقول له زينه. بيخرج بعد كده بيلاقي حفله رايقه بمناسبه وصوله ل10 سنين. روديوس بيمثل عليهم وبيعيط وبيقول لهم انا مش مصدق نفسي، انتوا طلعتوا بتحبوني، انا كنت فاكركم مش طايقيني، شكرا لكم بجد، انتوا طلعتوا طيبين. ساوروس بيسخن وبيقول جهزوا الأسلحة، ده وقت الحرب مع عيلة نوتوس. أنا هقتل بيلمون وأخلي روديوس هو القائد، بس فيليب بيهدوه وبيخرجوا بره. رودي بيقول على الدرجة دي كنت بمثل حلو. والغريب إن إيريس بتجري عليه وبتحشر راسه بين بزازها. راس روديوس يا صاحبي. بيقول أنا كنت فاكرها بتكرهني. بتقول له أنا هتبناك وأخليك تتجوز إيريس. وفيليب بيخرجها بره هي كمان. بتنادي إيريس على ألفونس الخادم وبتقول له الهدية يا ولدي بسرعة. بيجيب الهدية وبيجي. وألفونس بيقول له إنهم جمعوا أفضل المواد في القارة كلها وخلوا افضل صانع اسلحه في مملكه اسورا يعمل الصولجان ده واسمه اقوى هاتيه. روديوس لما بيشوفه بيتنح وبيقول بمجرد ان انا شفته باين عليه انه غالي فشخ. بيمارسوا الاكل والشرب وبيكملوا الاحتفال. بعد الحفله رودي بيقعد مع فيليب بيحكي له ان ايريس عندها اخين، واحد اكبر منها والتاني اصغر، واخويا اخدهم العاصمه اول ما اتولدوا. بيقول له ليه؟ فيليب بيقول له علشان انا خسرت في النزاع على الخلافه، وكل رجال عائله بورياس بيتربوا في بيت رئيس العيله، دي التقاليد بتاعتنا. بس هيلتا مراتي رفضت الموضوع، ده الطبيعي تاخد منها عيالها، علشان كده كانت بتكرهك جدا. بالنسبه لها عيالها مش قادرين يكونوا هنا، فليه ابن حد تاني يمشي في المكان كانه بتاع اهله. بس هي فعلا شخص طيب وانت شفت ده النهارده. بيقول له حصل وعليها جوز بزاز ولاد كلب، ربنا يبارك لك فيهم. بيقول له فيليب ايه رايك تتجوز ايريس وتبقى رئيس عيله بورياس؟ بيقول له يا عم حل عني، انا طفل عندي 10 سنين، متوقع مني اقول لك ايه؟ ده انا حتى لسه ما بولكتش، بضرب 10 بطلع تراب. بيقول له فيليب ما تقلقش، كل اللي عليك انك توافق وانا هقود الانقلاب، ولو حابب انا النهارده ممكن اربط لك ايريس واحطها في السرير بتاعك. يا ابن العرس، طلعت اب خول ابن احبه. روديوس بيقول لنفسه انا اتفه من ان انا ادخل جوه نزاعات عائليه، وانا اصلا مش مهتم بالسلطه، انا اتفه من كده بكتير. بيرفع كاس من النبيذ وبيقول لفيليب خلينا نعتبر ان المحادثه ديت ما حصلتش ونعتبرها مجرد محادثه كانت بين رجلين سكرانين. بيقول له تمام. رودي بيسيبه وبيرجع الاوضه بتاعته. لما بيدخل بيلاقي ايريس بلبس النوم ومش متربطه كمان. بقول لكم ايه، انا ماليش في شغل الاطفال ده زينه. بيقعد جنبها وبيقول لها ما تيجي نجمس الموس في الشوكولاته. بعدين بيفكر وبيقول ده اللي فيليب عاوزه بالظبط. بيجيب ورا وبيقول لها انا شاب ومراهق، ما ينفعش تقعدي معايا عشان ممكن اعمل حاجه. بتقول له مش مهم لو حاجه صغيره، اما انك بنت وسخه انت كمان. وهنا انا برضو مش فاهم قصد الاستاذه ايريس ايه بالظبط. تقصد بحاجه صغيره حجم بتاع روديوس اكمنه 10 سنين، ولا مدى تجميز الموز بالشوكولاته؟ بس اذا كان ده او ده فهو زينه. بيفقلسها روديوس وبيقول دي موافقه. بيخلع في ثانيه وبيقول اولا نبدا بالمداعبه، وبيعمر صوابعه وما بيضيعش وقته وبيدخل على المهبل على طول. لكن ايريس بتضربه وبتقول له يا منحرف يا ابن الاحبه، اخرك معايا فرنشايه، وبتكلكع وش امه ضرب وبتسيبه وبتمشي. بيبقى نايم على الارض وحاطط ايده على بتاعه وبيقول انا ايه اللي وصلني لهنا بس يا ربي، ما كنت قاعد 20 سنه في الاوضه بتاعتي باكل وبشرب وبتفرج على 6 وماليش دعوه باي حاجه. بس ايريس العلقه بترجع وبتقول له بعد 5 سنين يا لما تكبر وتبلغ نبقى نوصل للمرحله دي، ولحد لما يجي الوقت ده قضيها برايز وعبيهم في ازايز. بيقول لها اوامرك يا ملكه. بنشوف باول في الغابه وبيقول لي الوحوش كترت قوي الفتره دي وبيبدا يموت فيهم. سيلفي بتروح لزينيس بتقول لها صباح السكس، وبتدخل على ليليا بتقول لها عاوزه ابعت السلسله ديت عملتها لروديوس. بتقول لها ماشي، انا كده كده هبعت له الصندوق ده اللي بيكون في الاثر المقدس بتاع روديوس الخوال. بيرجع باول البيت وزينيس بتقول له ايه الاخبار، شكلك تعبان. بيقول لها كان في وحوش كتير فشخ في الغابه، في حاجه غلط. في نفس الوقت بيسمع صوت برق قوي جدا جاي من بره. بيبص من الشباك بيشوف سحابه غريبه جدا. وفي الليل روكسي بتطلع تبص من القصر بتلاقي حاجه غريبه في اتجاه مملكه اسورا وبتقلق جدا على روديوس. بنروح مكان تاني بعيد، في واحد بيكون شكله غريب بيطلع عليه تنين بيرزعوا هجوم نار، لكن الشخص دوت مش بيتاثر نهائي ولا بيحرك صباع حتى. بينزل التنين بيقف قدامه وبيبص له في عينه، وفي الاخر التنين بيسيبه وبيمشي. والشخص دوت بيقول المنى بتتجمع بشكل كبير. يا ترى ايه اللي بيحصل وفين؟ بس مش مهم، هكتشف بمجرد لما
نوصل ليها. بنروح مكان تاني وبنسمع واحده بتقول ده تجمع هائل للمانا. يا ترى مين اللي عمل التعويذه دي؟ ايه ده، انا مش قادر اشوف. في الحاله ديت انا هروح اشوف مين اللي عملها وش لوش. انا الامبراطوره العظيمه لعالم الشياطين تشريكا. بنشوف القلعه الطايره اللي المفروض فيها البطل بيرجيوس، وفي حد بيتكلم بيقول المانا ديت شبه ضوء الاستدعاء. هل في حد بيهدف انه يفك ختم حاكم الشياطين لابلاس؟ بندخل جوه القلعه بنشوف حد قاعد على عرش، وتقريبا كده هو دوت بيروجيوس. بيستدعي واحد اسمه المانفي، بيقول له اتاكد من مصدر المانا دي وموت اي حد مشبوه تشوفه. بيقول له امره. بنشوف روديوس واخد جيلين وايريس لمكان بعيد بره المملكه عشان يوريهم اقوى تعويذه عنده. بيجرب في الاول بالصولجان بتاعه، التعويذه بتاعت كره الماء، لكن الصولجان بيضخم المانا بشكل مرعب وروديوس بيتفاجئ جدا. بيبدا يجهز الهجوم بتاعه، لكن بتظهر في نفس الوقت دوامات في السماء شكلها مرعب. ايريس بتقول له هو ده الهجوم بتاعك؟ بيقول لها لا. جلين بتظهر عينها التانية اللي كانت مغطياها طول الوقت وشكلها بيكون مختلف. بتقول لهم ان في تجمع مرعب للمانا، لازم نرجع روه بسرعه. لكن في نفس اللحظه بيجي برق فوق راس روديوس كان هيطيرها له حرفيا، لكن جلين بتلحقه وبتسحب سيفها وبتبدا في الاشتباك معاه. بيكونوا بيتحركوا بسرعه كبيره فشخ لدرجه ان روديوس وايريس مش بيشوفوا تحركاتهم. بعد كده بيقفوا بيقولوا له انت مين؟ بيقول لهم انا المانفي المتوهج، وجيت هنا عشان اخلص على مصدر الاضطراب ده بامر من سيدي بروجيوس. جلين بتقول لروديوس ياخد ايريس ويهربوا بسرعه، لكن المانفي بيقول لها ابتعدي عن طريقي يا امراه، ممكن الاضطراب دوت يختفي لو قتلته. بتقول له انا جيلين تولوديا السيافه من المستوى الملكي، احنا ملناش علاقه باللي بيحصل هنا. بيتفاجئ ويقول لها انت من المستوى الملكي؟ بتقول له اقسم باسم معلمي جال فيريون السياف اللي من رتبه حاكم وفخر عائله دولوديا. بيقول لها تمام، وبيرجع سلاحه مكانه وبيقول لها لو كنت بتكذبي اللي هيحاسبك هيكون السيد بروجيوس بنفسه. روديوس بيحاول يستوعب اللي بيحصل عشان متاكد ان في خازوق، لكن النواه اللي كانت في السماء بتنفجر. المانفي بيحس بيها وبيهرب بسرعه، وبينزل شعاع ازرق على الارض بيمسح كل حاجه. بيكون رايح في اتجاهه. جلين بتجري باقصى سرعه عشان توصل لايريس، لكن الشعاع بيبلعها. روديوس وايريس بيتجمدوا من الخوف والشعاع بيبلعهم. وبيخلص الجزء ده من الانمي يا فحول. اتمنى يكون عجبكم واستنوا الجزء الثاني، وقولوا لي رايكم في الكومنتات في الانمي، وما تنساش اللايك والاشتراك. ولو حابب تدعم المحتوى تقدر تعمل كده بالانتساب للقناه، هسيب لك اللينكات في اول كومنت. وبرده ما تنساش تدخل جروب الواتساب عشان يجيلك اشعار بكل جديد. وبس كده، سلام.